الخير ومساء الخير من اي مكان بتشوفوني بيه. حلقة جديدة من جينا كافيه. النهاردة نعمل حاجة حلوة سهلة جدا، ما بتاخدش حوالي مثلا نقوله 3 دقايق ولا اي حاجة. هنعمل النهاردة كريم كراميل. كريم كراميل هما كوبايتين لبن، وكل كوباية لبن هتاخد بيضتين وفانيليا وسكر. حاجة سهلة جدا جدا. كياس الكريم كراميل اللي بتتباع جاهزة دي بصراحة دقتها بس مش مقتنعة جدا يعني خالص بيها. احلى حاجة انك تعملي حاجتك بايدك، عارفة نظافتها، عارفة مصدرها، نفسك فيها لولادك. يلا مع بعض نبتدي. اسهل حاجة، مش هتتكلف حاجة ومش هتاخد منك وقت، سهلة جدا. كل الاطفال بيحبوا كريم كراميل. يلا نبتدي. على النار بحط السكر وبستنى، بوطي عليه كده لغاية لما يسيح واحدة واحدة، ونخلي بالنا يبقى لونه اصفر ما يحمرش مننا، علشان لما بيحمر بيدي مرارة شوية كده للحاجة. فانا عايزاه يا دوبك يسيح كده بلون اصفر ذهبي كده جولد، يبقى حلو. في قالب الكريم كراميل وعلى النار هحط نص كوباية سكر، وهكرمل السكر ده علشان يغلف لي القالب بتاع الكريم كراميل ده قبل ما احط الكريم كراميل. هوطي على النار واسيبه يتكرمل كده على الهادي. اهو ابتدى. وبطن بيه القالب. اول ما يدي بقى اللون الذهبي كده ابتدى السكر اهو يدوب. اوطي خالص. مش عايزاه يحمر، انا عايزاه يا دوبك بس يصفر مني اهو. شايفين؟ اهو نوطي خالص عشان خلاص اهو ابتدى يبقى لونه ذهبي. ننزله كده، نكرمل كل الجناب معانا. بصوا على النار زي ما انتوا شايفين كده. السكر اهو على وشك الذوبان كله. بعد ما ده بقى شكل القالب بتاعنا، شايفين عامل ازاي، والسكر اتكرمل، هنطفي عليه ونسيبه ونروح بقى نحضر
الكريم كراميل. انا هطفي عليه واسيبه. هنحضر البوله اللي احنا هنشتغل فيها اهي، وبعدين هنحط كوبايتين لبن. ادي اول كوبايه، كوبايتين لبن بالظبط اهو. ادي تاني كوبايه، واكون محضره كوبايه سكر من اللي هي الكوبايه المعياريه سكر، وهحتاج معلقه صغيره من الفانيليا. ادي معلقه صغيره من الفانيليا، واضرب بالمضرب بتاعي لغايه لما السكر يدوب. هكون محضره 4 بيضات واحطهم على الخليط ده، واحطهم على اللبن والسكر والفانيليا، وبكده يكون خلص معايا الكريم كراميل. هقلب كويس جدا لغايه لما السكر يدوب، وبعدها هحطه في القالب، واكون فاتحه طبعا الفرن مسخناه من قبل كده. اللي مش قادر يقلب كده ممكن تحطيه في الخلاط وتضربي كله مع بعضه، او تضربيه من المضرب كده، مش هياخد منك حاجه. كده الخليط تجانس مع بعض، وكده يبقى خلص خلاص الكريم كراميل. ادخله الفرن، وبعد ما نطلعه نشوف شكله عامل ازاي. اصب الخليط بقى في القالب بتاعي اهو، وهاخده ادخله على فرن نار متوسطه الاول، بعدين هدي الفرن على اقل درجه. يعني عارفين لما توطوا البوتاجاز لفوق، اهو هتوطوا الفرن برضو لفوق عشان تبقى اقل درجه. ده كان شكل كريم كراميل بعد ما قلبناه، مطلع صوص كده من على الجناب، شكله تحفه وطعمه مش عايزه اقول لكم عامل ازاي. بصوا رهيب، هيعجبكم قوي وهيعجب اطفالكم. وكفايه ان انت عاملاه في البيت بنظافه وعارفه مكوناته. كل كوبايه لبن عليها بيضتين، اعملي حسب المقدار اللي انت عايزاه. كل كوبايه لبن عليها بيضتين وفانيليا وسكر وبس. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وشير وسبسكرايب ودعموني في القناه. باي باي، هتوحشوني.